لو بيهددك بصور خاصة اسمعي القصة دي قبل ما تسكتي. بنت زي أي بنت كانت بتحب وثقت في اللي معاها، وللأسف بعتت له صور خاصة وفيديوهات، لكن بعد ما العلاقة انتهت بدأ يهددها بصور، يقول لها هوريها للناس، هوريها لأهلك، هفضحك، لازم ترجعي لي، لازم تسمعي كلامي. البنت دي كانت مرعوبة وسكتت يوم واتنين يمكن المبتز يسكت، بس لما كلمتني قلت لها لا، السكوت مش أمان، السكوت خطر عليكي ولازم تتحركي. ومن هنا بدأت تقتنع وبدأت تنفذ الخطة اللي هقول لك عليها دلوقتي. أول حاجة قلت لها اوعى تتفاوضي مع المبتز، اللي بيبتزك مش ناوي يسيبك في حالك حتى لو نفذتي طلبه. اوعى تردي عليه بانفعال أو خوف، كل رد بيديله أمل وسيطرة أكتر. لكن برضه قلت لها احتفظي بكل الأدلة، سكرين شوت لكل الرسائل، التسجيلات الصوتية لو كلمك، اكتبي التاريخ والوقت والمنصة اللي بيهددك منها، والكلام ده هنحتاجه بعدين. بعد ما عملنا ملف محترم من التسجيلات والصور والفيديوهات والتهديدات اللي قالها، قلت لها تكتب له رسالة، وهسيب لك نص الرسالة في آخر الفيديو. في أدوات رسمية بتمسح الصور من على الإنترنت، كل الأدوات دي مجانية قانونية وشغالة ال 24 ساعة. طب دلوقتي عايزين نتعامل بذكاء مع المبتز. المبتز دلوقتي بعت لك صورة وقال لك أنا هرفع الصورة دي على الإنترنت. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنروح لموقع اسمه stopncii.org، هسيب لك اسم الموقع هنا. ده بيتعامل مع شركات كبيرة زي فيسبوك، انستجرام، تيك توك ومواقع أخرى. بتروح عليه حملي الصورة من غير ما ترفعيها اونلاين، وهو بيعمل حاجة اسمها بصمة رقمية، يعني لو اي حد نشر نفس الصورة دي الموقع بيوقفها ويمسحها فورا من اي مكان. لو حد بيسمعني دلوقتي بيقول انا معرفش المبتز ده اللي بيبتزني في فيديوهاتي وصوري هينزل الفيديو او الصورة دي فين بالظبط، بسيطة. لو حس فعلا انه ممكن ينشره في مواقع انت مش عارفاها، في موقع اسمه سايبر سيفل رايتس، هكسب لك اسم الموقع هنا. ده بيسهل عليكي تعملي بلاغ موحد ويبعته لجوجل، يوتيوب، تيك توك ومواقع تانية كتير، كلهم مرة واحدة من غير ما تروحي على موقع وتبدأ تتكلمي عنه. احنا دلوقتي مسحنا الصورة اللي رفعها المبتز على موقع معين، بس للأسف لسه بتظهر في نتائج البحث في جوجل. نعمل ايه؟ في أداة رسمية من جوجل اسمها جوجل ريموفال تول، تقدري تطلبي من جوجل انه يشيل الرابط او الصورة دي عشان لسه بتظهر في نتائج البحث. لان كان البنت قلقانة، انا ساعدتها ان هي توقف رفع الصور اللي بيبتزها بيها الشخص ده، لكن قلت لها برضو اوعى تسيبي حقك قانونيا. كل بلد فيها واحدة مسؤولة عن الجرائم الإلكترونية، ممكن تروحي لاسم الشرطة أو تبعتي بلاغ إلكتروني، تبعتيه على ميل، على الويب سايت، أيا كان. بعد كده خدي معاكي كل الأدلة اللي أنا قلت عليها في أول الفيديو، فيديوهات، الصور، المحادثات، الرسائل، كل حاجة، الفايل مهم. اوعى تمسحي اي رساله هو بعتها. بعد كل الاجراءات اللي هي عملتها عرفت ان غلطتها الوحيده ان هي وثقت في شخص ما يستاهلش.